عسلامة. أيش قولكم فيك عباد باجيت فارسي مشخشخين وزوز حشوات مختلفة وعجينة سحرية ما تستحقش برشا عجنين طرية بالباهي، وحتى كتبات وتسخنوها تجيكم طرية تخش عليها طابت توا. بالنسبة للعجينة نستحقوا كيس حليب، الكيس متاعي فيه 300 ملي بالضبط. نصبه في كسرونة ونحطه على الغاز لين يدفى من غير ما يسخن برشا. نفرغه في البول متاع البيتخان، نزيد عليه ساشي خميرة فورية فيها 10 غرامات مغرفة سكر باش تعاون الخميرة باش تتفاعل، نغطيهم ونخليهم 10 دقايق. من بعد ما تفاعلت الخميرة نزيد زوز مغارف زيت، بيضة تكون بحرارة الغرفة، نركضها شوية ونحطها 550 غرام فرينة مغربلة، واخر حاجة 10 غرامات ملح. الملح ديما نحطه في الاخر باش نبعدوه على الخميرة ونحطهم يتعجنوا في العجينة، والا حتى باليدين لين تتلم معانا عجينة من غير ما نستحقوا برشا عجنين. كيما تشوفوا فيها توا العجينة يلزمها تكون هكا. نحطها في بول سبق ودهنتها بشوية زيت باش ما تلصقش، نغطيها ونخليها تخمر ساعة كاملة. لو عجينتنا خمرت خديت شوية سكالوب وفوحته بشوية ملح، فلفل أكحل، تابل، وما ننساوش بالطبيعة الزعتر والكليل خاطر يفوحوا بالباهي، شوية فلفل زينة، شوية كركم، وكان عندكم ثوم شايح زيدوه ياسر يبنى. مغرفتين زيت ونخلط بالباهي لنلفاح الكل ويتوزع بالتساوي. وسخنت المقلة متاعي على الغاز على نار متوسطة، نحط الاسكالوب متاعي يطيب وساعة ساعة نحركه لين نتأكد اللي هو طاب بالباهي. من بعد نفرغه في نفس الوقت شوية سلطة في الاير فراير. من بعد هرستها وفوحتها. ما كملت انا حضرت الاسكالوب متاعي وسلطة مشوية، نلقى العجينة متاعي خمرت بالباهي، ديكازيتها من الهواء وباش نبدا نشكلها. الكمية هذه ديما تجيني 5 كعبات باجيت فارسي يكونوا ما شاء الله كبار في الحجم. نكعبروهم ونسمحوهم بالباهي ودهنتهم بشوية زيت من الفوق لو انا نحضر في الكعبات باش ما يعملوش القشرة من الفوق. وتوا هيا نبداو نشكلو. ناخو عجينة ونحلها بالقلقال في صنص واحد كما تشوفوا توا في الفيديو، وما شاء الله راهي تطوع بالباهي. نحاول نجبدها هكا بايدي تظهر لي اسهل، والا تكملوا تحلوها بالقلقال انتوما وشنو مستنسين. نكمل نزيد نحلها شويه برك في العرض مش برشا باش نلقى وين نحط الفخذ متاعي. توا بالنسبه للفخذ الاولى باش نسحق للصوص بيتزا، نحط كميه ونحلها فوق العجينه. ونجيو توا لسر البنة اللي هو الموتزاريلا العربي. نحط كونتيتي باهية دو بريفيرونس، نحط كونتيتي جينيروز على خاطر هو اللي يبنن الباكيت فرسي. من بعد نحط الاسكالوب نتاعي، اخر حاجة نحط الفخوماج شيدار ونقصه هكا ونحطه على طول العجينة ونبدا نسكرها. نهزها من الاطرف وننزل جوست شوية باش تلصق وما تتحلش. من بعد نرجع عليها العجينة ونبدا نقرص فيها باش العجينة هكا تلصق في بعضها وما تتحليش جملة. نحطها في طبق الفور ونحاولوا نسيسوا عليها كي نهزوها. وبنفس الطريقة حضرت كعبات أخرين بنفس الحشو، ونحيت الزايد متاع الفرينة بفوشة وحطيتها في الطبق. وتوا ناخو سكينة مجرحة ونجرحهم كيما الباجيت. ولنا عندي شوية زيت زيتونة حطيت عليه شوية زعتر وكليل وندهن بيه كعباتي باش يعطيونا لون مزيان بعد ما يطيبوا. نحط شوية جبن من الفوق باش يعطينا منظر مزيان هكا، نحاولوا نوزعوها على طول الباكيت. وندخلهم يطيبوا في الفور متاعنا لازم يكون سخون بالبيه على اعلى درجة، يقعدوا 15 دقيقة ويحضروا. توا لو طون هما طابو نمشيو نحضروا الكعبات اللي قعدوا. حليت بنفس الطريقة العجينة وحطيت الهريسة، الصوص سلاي والا مايونيز كما تحبوا، سلطة مشوية، خلطهم مع بعضهم على كبر العجينة، الموتزاريلا العربي، ونحاولوا نشخشخوها كما قلت لكم، شوية سكالوب ونسكروها بنفس الطريقة، ونحطهم في طبق الفور ونجرحهم بالسكينة. وكالعادة دهنة باهية بالزيت والكليل، شوية زيتون من الفوق باش نفرق بين الكعبات الحارين واللي بصوص بيتزا. واخر حاجة الموتزاريلا وندخلهم يطيبوا. في نفس الوقت نلقى الطبق الاولاني متاعي حضر. سيي كعيباتنا حضروا ما شاء الله، البنة تحكي وحدها. زدت معاهم شوية فريت مايونيز وتشيلي صوص، كيما تعرفوا صغار يحبوا على الحاجات هذوما. وهيا توا نتعداو للديجوستاسيون. شوفوا لي طراوة العجينة، انا مسميتها الحقيقة لابات ماجيك على خاطرها بالحق سحرية وتنجموا تعملوا بها اي نوع متاع معجنات. وهذو ما المحرحرين حضروا باش نحل معاكم كعبة حسيلو ياسر بنا. جينيرالمون الصغار يحبوا اللي بالصوص بيتزا على خاطر تجيهم ماهيش حارة، وزيد يحبوا اللقوم تاع صوص بيتزا. واللي بالهريسة وسلطة مشوية نحبوها الكبار على خاطر هتجي ياسر محرحرة. رستنا لي اليوم وفات وان شاء الله تجربوها، اكيد اكيد باش تعجبكم. ما تنساوش باش تخلوا لي جيم والا قلب، ونتقابلوا ان شاء الله في بنة جديدة.